فضل مخبيها عن الناس كلها ومحدش كان عارف عنها اي حاجة، واول ما بدأت تظهر على الساحة الفنية اكلت الجو، وكل شيء بجمالها وروقانها، وجوزها بيشكر فيها ومخليها اللي يعرفها وما يعرفهاش بيحبها. قال عليها بنت الاصول اللي استحملته واللي قبلت بكل التغيرات اللي حصلت في حياته، ساعدته في كل حاجة عايز ينظمها، وهي ام بناته اللي مالين حياته. نيبال محمد او مرات هشام ماجد اللي زي الاب، يا ترى حكايتها ايه مع اسرار جوزها واختياراته الافلام؟ وهل فعلا هي كلمة السر في حياته زي ما بيقولوا كانت مختفية وظهرت ليه؟ كل ده واسرار عن حياتها وحياة جوزها هتعرفوها في الفيديو ده، والمفاجأة الاخيرة مش هتصدقوها. نيبال مش شخصية اعلامية او نجمة، لكن بتظهر في المناسبات المهمة اللي تخص هشام جوزها، زي العرض الخاص لفيلم اكس مراتي اللي فعلا كانت لافتة الانظار باناقتها وعفوياتها. الناس على السوشيال ميديا لاحظوا ان هي بتتمتع باسلوب بسيط وجميل، وذوقها مع الناس خلاها تبقى قريبة من قلوب الناس. ده غير طبعا انها اخدت من محبة جوزها في قلوب الناس. نيبال بتفضل تحافظ على خصوصية عيلتها ومش بتحب تظهر كتير على السوشيال ميديا، لكن بتحب تشارك اللحظات العائلية مع هشام وبناته من وقت للتاني، وده بيخلي الجمهور يتعرف عليها بشكل لطيف ومبين. ودايما الناس بتحس ان قصة حبها هي وهشام ماجد حقيقية، وهما الاتنين مش غاويين سوشيال ميديا قوي، وده برضو بيخلي تفاصيلهم هما الاتنين بعيدة عن الاضواء. هشام لما بيتكلم عن مراته نيبال بيقول دايما انها مش بس زوج، دي كمان صديقته واقرب الناس ليه واللي بتفهمه اكتر من اي حد. دعمها ليه في مشواره الفني ساعده يفضل ثابت ويواجه التحديات بسهولة اكتر. قصة حب نيبال وهشام بدأت قبل جوازهم بسنتين، وبعدها اخدوا خطوة الجواز، وده حصل بعد فيلم سمير وشهير وبهير، واول ما بقى عنده مصدر دخل من التمثيل. هشام قراراته محسوبة جدا، وعشان كده ما اتجوزش الا ما بقى عارف هو عايز يعمل ايه وبقى معروف، ورغم انه وقتها ما كانش ساب الهندسة الا انه برضه جوازه كان محسوب قوي. ونيبال صبرت عليه في كل قراراته لحد ما هو وصل اللي هو عايزه، وهو دايما شايفها وش السعادة عليه، والست الصبورة اللي استحملت معاه كل خطواته لحد ما حقق اللي هو عايزه. ونيبال مقررة ان هي ما تشتغلش ومتفرغة لتربية البنتين اللي بقوا عرايس دلوقتي، وهم كارما ونادية، وبتعوض اوقات الفراغ اللي ممكن يملاها انشغال ابوهم عنه. ورغم انها ملهاش في الوسط الفني ولا التمثيل، الا انها موجودة دايما جنب جوزها وبتدعمه سواء في رأي او تشجيع، غير انها في المناسبات المهمة دايما موجودة معاه وفي ظهره. كمان نيبال الكل بيحلف بشياكتها وجمالها، وكمان رشاقتها، وانها الاكيد السر وراء ان هشام ماجد محافظ على ميزانه وشكله. بس من اكتر الحاجات اللي شغلاها في حياتها هي انها تجوز شيك، وبتدور ليه على عروسة طول الوقت، وهو مش عايز يسمع كلامها ابدا، وكل ما يحس انها جايبة عروسة يسيبها ويخلع منها. انتوا بقى ايه رأيكم في نيبال وحبها لجوزها؟